ودادي سابق سفيان رحيمي حرم من المشاركة في كأس العالم. بن صغير عن انضمامه للمنتخب الوطني عندما يتصل بك المغرب لا يمكن رفضه. ياسين بونو عن مونديال 2030 طموحنا كبير ليكون كأس العالم سببا في التقريب بين الشعوب. أعرب النجم الودادي السابق ربيع العفوي إن هداف العين الإماراتي سفيان رحيمي استحق منذ زمن التواجد في المنتخب المغربي عكس أسماء أخرى حظيت بالفرصة لمرات عديدة دون أن ينالها الرجاوي السابق، مؤكدا أن النجم العين الإماراتي حرم من المشاركة في كأس العالم قطر 2022. وطالب الوداد السابق والمحلل الرياضي في قناة كأس القطرية من المدرب المنتخب المغربي منح رحيمي الفرصة للمشاركة في مباراتي أنغولا وموريتانيا كما كان عليه الأمر مع اللاعبين السابقين استفادوا من فرص عديدة لكن دون أن يكون لهم أثر على المنتخب الوطني الأول. وزاد العفوي قائلا: رحيمي استحق التواجد بكأس العالم والأيام تثبت ذلك، فعبد الصمد الزلزولي كان من الأولى أن يكون في المنتخب الأولمبي وبعده يلتحق بالمنتخب الأول، وأنس الزروري تواجد في كأس العالم لكن لم نرى له أي تواجد في بقية مباريات المنتخب المغربي، وهو يؤكد أن رحيمي كان يستحق المشاركة في مونديال قطر. أعرب نجم نادي موناكو الفرنسي إلياس بن صغير عن سعادته وفخره الكبيرين بالانضمام إلى المنتخب الوطني المغربي على هامش مشاركته في معسكر الأسود الخاصة بالوديتين المقبلتين أمام كل من أنغولا وموريتانيا. وتحدث بن صغير في تصريح إعلامي عن استدعائه قائلا: فخور جدا باختياري للمنتخب الوطني وأعمل بجدية مع فريق من أجل تواجد رفقة الأسود. وتابع قائلا: عندما يتصل بك المغرب لا يمكن رفضه، تعرضت لإصابتين سابقتين والآن تعافيت بشكل جيد للغاية من إصابتي لمساعدة المنتخب المغربي. أعرب النجم المغربي ياسين بونو عن سعادته وفخره بتنظيم الثلاثي لكأس العالم 2030 بين المغرب، إسبانيا والبرتغال. وتحدث بونو في تصريح خلال الحفل الرسمي للجنة تنظيم كأس العالم 2030 الذي جرى في العاصمة البرتغالية لشبونة عن المنافع التي سيعود بها تنظيم البلدان الثلاثة للحدث. وقال حارس المرمى المغربي: سعيد جدا بإعلان مساندتي لترشيح المغرب والبرتغال وإسبانيا لتنظيم نهائيات كأس العالم 2030. وتابع: طموحنا كبير ليكون كأس العالم سببا في التقريب بين الشعوب الإفريقية والأوروبية كرويا وثقافيا، وأن ما يجمعنا أكثر